كنيسة مرتومة كانت أول كنيسة بالموصل بالجانب الأيمن، افتتحت يوم 3 تموز 2018، وعلى الأنقاض وعلى وضع البائس بعد مرور داعش قدسنا أول قداس. شكر لله الذي صانع من الانهيار، يعني كان ثبتوا أماكن التفخيخ، فالحمد لله ما لحقوا، ولذلك بقيت قائمة. ومن ذاك اليوم بدينا نظل نحسن ونصلح ونعمر ونجمل، بحيث هاي كانت المرحلة الثانية اليوم. نهاية المرحلة الثانية من الإعمار استمرت تقريبا 8 شهور، من آب إلى آذار، آب 21 آذار 22. وعندنا بعد مرحلة ثالثة إن شاء الله لكل المبنى المجاور للكنيسة، غرف الكهنة والصالون والمتحف وإلى آخره. على كل هاي المرحلة تعتبر مثل افتتاح لها، تدشين لها. ما ردنا افتتاح رسمي بالمعنى المدني حتى يكون مكانة للمؤمنين، المكانة الأولى للمؤمنين، ولهذا ما دعينا أحد من الرسميين أبداً. ثم أنه هذا التدشين يسمونه قداس شكر، يعني نشكر الرب على الذي مكننا من أن نرجع الكنيسة إلى بهاء الأول كما خرج من يد بنائها الأولين سنة 1863. وتشوفون الكتابات حول الكنيسة هي آيتين من الإنجيل، في آخرها الكاتب الذي خط هاي الآيتين توما قندلة، وحط سنة التشييد 1863.